السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل معاكم النهارده تخزين القلقاس. طريقته سهله وطريقه حلوه قوي، ولما بتطلعيه لا بتلوحيه ولا بتعملي فيه اي حاجه لما بتيجي تجهزيه عشان يعني تطبخيه. بصراحه بتبقى طريقته حلوه قوي. في ناس بتقول ان هو بيبقى شادد معايا، لكن ده ان شاء الله الطريقه ديت هتعجبكم قوي، وانا بعملها على طول. ما بعملش الا هي، انا بنقي القلقاسه الصغيره عشان لما تيجي تقطعها تعرفي. يعني انا ما بحبش الكبيره اللي قوي. وكمان ما بتبقاش حلوه الكبيره، يعني لما تيجي تنقيها تنقيها الصغيره الحلوه، وبرده تدوري فيها عشان لو فيها كده ولا كده. احنا الوقت هنغسله معاكم وهنوريكم هنعمل فيه ايه ان شاء الله. انا هغسله. انت هتجيبي الكميه اللي انت عاوزاها تخزنيها براحتك، يعني مش لازم تجيبي الكميه كلها مع بعضها. يعني انا هخزن ده، ولما اكون عاوزه استعمل هشتري، وده يفضل مركون. يعني لما ما بقاش فيه قلقاس خالص في السوق الواحد يقوم مطلعه. هو اصلا نضيف، انا ببقى اغسله بالليفه، بس هو مش محتاج الليفه. شوفوا، بسم الله ما شاء الله اهو. هنمسكه بعد ما غسلناه، لازم تعمليه، لازم يبقى ناشف. يعني معلش لازم يبقى ناشف. وبعد كده ما بغسلهوش، انا غسلته وخليته زي الفل، ما بيحتاجش بقى ان هو بعد كده يتغسل. امسكوا بقى واحده من واحده كده، وبقوم عاملاه كده. انا ما بحبش ان انا اقطعه الا صوابع. في ناس بتقطعه مكعبات وفي ناس بتقطعه صوابع. طبعا راحه الواحده تبع اللي هي ايه عاوزاه. انا بعمله كده. سريع ازاي؟ السكينه لما تكون حاميه تبقى حلوه. ما عادش يعني بعد كده ما بتغسلهوش اهو. لا تقطعيه رقيق قوي ولا تخين قوي، يعني يبقى عشان يبقى حلو معاك الصبع كده، حلو كده مش تخين اهو. بوريكم عشان ايه. في بنات ما بتبقاش يعني تعرف تقول لك ان انا ما بعرفش اعمله. هو ده بقى بنخزنه وممكن يقعد، يعني انا لسه عندي في الفريزر منه. انا ببقى اعمل كميه واعينها لان بصراحه هنا بحبوه. بعد كده كده وقشرته اقوم ماسكاها واحده واحده كده. شوفي ناشفه خالص ما فيش فيها اي حاجه. شوفوا اهو. اقوم حاطه، لان انا غسلاها كويس تحت الحنفيه ومسكتها كمان. يعني لو عندك ليفه، بس هو ما كانش محتاج ليفه. شوفوا اهو. هنمسكه كلته كده بنفس الطريقه. طريقه سهله وما بياخدش اي وقت. هقطعه معاكم اهوت. تاخد ده عشان نعمل معاكم. بقطعه صوابع بنفس الطريقه. اللي عاوزه بقول لك تقطعه، في ناس بتقطعه مكعبات، طبعا راحتك انت. انا بحبه كده، يعني هو الصبع ما باخدش حاجه. عشان كده شوفوا انا جايباه صغير ازاي. اهو بنفس الطريقه اهوت. لا تخين قوي ولا رفيع قوي. كمان لما اكون صغيره بتساعدك ان انت تقطعيه بسرعه وما بياخدش منك اي وقت. شوفوا عشان انا منشفاه ما بيزحلقش من ايدي ازاي، لان انا بنشفه وبعد كده لا بغسله ولا حاجه، لان هو خلاص اتغسل في الاول وانا نشفته. ما عادش يعني فيه اي حاجه ان احنا نغسله تاني. وبعد كده بتفرزيه وترجعي تقومي ايه حاطاه، تكوني مجهزه الصلصه بتاعته وتقومي حطاه فيها. وبألف هنا ان شاء الله. واخلص اهو.
ناس بتلوحه وتقول لك بعينه كده، لكن لا، صدقيني انت لما تعمليه بنفس الطريقه وتغسليه وتنشفيه ما بيبقاش محتاج ان انت اصلا تلوحيه، لان هو مش محتاج، وكمان ما بيبقاش حلو. بس انا بسيبه زي ما هو كده، بخلص الكميه كلها زي ما انتم شايفينها، وبقوم حاطاه في الاكياس بتاع التخزين، لا بلوح ولا بعمل فيها اي حاجه. خلصنا، قطعته صوابع بالطريقه ديت زي ما انتم شايفينها. هنحطه بقى في الاكياس بتاع التخزين. هتحط الكميه اللي انت بتستعمليها، كل واحده بتبقى عارفه هي بتعمل ايه. طريقته ما خدتش اي وقت، وشوفوا ناشف ازاي، مش مبلول ولا حاجه، لان انا مسحته كويس بالمناديل. خلصت اهوت وحطيته في الاكياس وطلعت الهواء منه، وان شاء الله طريقه حلوه قوي هتعجبكم. وبسم الله ما شاء الله انا على طول بستعمله، والحمد لله يعني ما عدتش بعمل الطريقه ديت. ويا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.